ازيكم؟ النهارده حبيت تشاركوني احلى واحسن مكان انا بحب اروحه بالنسبه لي، لان المكان ده مناسب للصغيرين كمان مناسب للكبار، مناسب لجميع الاعمار. يا جماعه لو كنت اعرف ان انا هنزل الفيديو ده كنت صورت لكم تفاصيل اكتر، بس المره الجايه ان شاء الله هصور لكم فيديو بتفاصيل اكتر بكتير من الفيديو دوت. اخيرا وصلت كايرو فيستيفال، وده اكبر مكان موجود في القاهره. ما اول ما بوصل بروح على طول على النافوره الراقصه عشان الحق كده شويه، يعني كل ما تروحوا في الشمس تعرفوا تاخدوا صور حلوه جدا. النافوره الراقصه هتبقى حلوه في الشمس وتبقى حلوه كمان بالليل، لان بيبقوا عاملين فيها اضاءه. يعني بحب ازور المكان دوت اول ما بوصل، وقبل ما بمشي بحب برضك انزل اتفرج بقى على الانوار والميوزك والنافوره بقى وهم مشغلين كده المزيكا بتاعتها، يعني بتبقى حلوه جدا. باخد بقى كم ادم فاكر ان احنا وصلنا الساحل مش عارفه ولا ايه، فجري فانا نزلت اجيبه. يعني بيحصل حوارات طبعا كده مع الاطفال، يعني الحمد لله. هو بقى كذا دور. انا بحب دايما اقعد في مكان اللي فوق عشان ببقى شايفه بقى كل حاجه. يعني تحت انتوا هتشوفوا المنظر اللي تحت بس، لكن من فوق هتشوفوا كل حاجه من فوق. وكمان المكان اللي فوق بيكون اهدى شويه، ممكن بقى تتغدوا هناك، او لو رايحين بدري شويه تفطروا وتاخدوا كوبايه قهوه، يعني زي ما انتوا حابين. بعد ما بخلص قعدتي بدخل على ايكيا. ايكيا بقى دوت يعني في كل حاجة، يعني حاجة تخص المطبخ، المفروشات للبيت، يعني كل حاجة موجود فيه. مش قادرة اقولكم انا بحبه قد ايه. وهنا بقى لحظة الفراق بيني وبين جوزي، لازم هو يروح يقعد في مكان لان هو مبيحبش يعمل ابدا شغل كده معايا، مبكونش مبسوط. فانا بستريح بقى كده مع نفسي يعني في المكان. اقول لكم بقى كده نبذة بسيطة عن الاسعار. دي كوبايات مية، ودي لازم تبقى موجودة في بيوتنا كلها، يعني سعرها 40 جنيه. ما بحبش اجيب الكوبايات الازاز بالذات لما يكون عندنا اطفال، ما بحبش اجيبها غاليه قوي لاني بتتكسر 5000 مره يعني. فالاحسن انتوا ما تجيبوش حاجه تكون غاليه قوي، دي كده سعرها مناسب. والجار دوت برضه بحس ان هو كيوب كده، بينفع جدا في العصاير، بيبقى شكله حلو جدا لو حطيتوه في اي حاجه. ده سعره 79 جنيه زي ما هو كده مكتوب قدامكم. والصينيه ديت صينيه عشاء برضه بحبها جدا لاني خفيفه كده وسهله الاستخدام. ممكن كمان تنفع يعني تقديم كده للفطار، تحط فيها سندوتشات، شاي بلبن، يعني ممكن ليها كذا استخدام. والطقم بقى التوابل ده انا جبت منه 5000 مره وبيتكسر وجيبه تاني لاني شكله حلو جدا واستخدامه سهل، وتحس ان هو كيوب كده وكمان بقى حجمه مناسب. كمان ممكن نحط فيه فلفل اسود، الملح، الحاجات اللي احنا بنستخدمها استخدامات يوميه. وبعد بقى ما بخلص شوبينج برجع تاني بروح النافوره الراقصه، وبحب بقى اشوف الانوار والمناظر اللي انتوا شايفينها ديت. لا احنا هنا كنا بناكل الايس كريم في ايكيا. واشوفكم بقى في فيديو